ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهدت منطقة القناة المائية الزرابة بضواحي مراكش حادثة سير خطيرة بعدما سقطت سيارة إسعاف داخل قناة مائية عميقة في واقعة أثارت حالة من الاستنفار في صفوف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية. ووفق المعطيات المتوفرة فإن سائق سيارة إسعاف كان بمفرده داخل المركبة لحظة الحادث، حيث كان عائدا إلى المركز الاستشفائي بتحنوت بعد انتهائه من مهمة نقل مصاب إلى أحد المستشفيات بمدينة مراكش. وتشير المصادر إلى أن السائق الذي بدا عليه أثر الإرهاق الشديد فقد السيطرة على المقود بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انحراف السيارة وسقوطها داخل قناة الزرابة. وقد أسفر الحادث عن إصابة السائق بجروح متفاوتة الخطورة قبل أن تتمكن عناصر الوقاية المدنية التابعة للقيادة الإقليمية بتحنوت من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة، حيث قامت بانتشاله من وسط المياه وتقديم الإسعافات الأولية له ليتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. كما حلت عناصر الدرك الملكي بتحنوت بعين المكان لفتح تحقيق شامل حول ظروف وملابسات وقوع الحادث وتحديد الأسباب الدقيقة التي أدت إلى هذه الواقعة، خاصة في ظل حديث المصادر عن تأثير الإرهاق المهني على تركيز السائق خلال القيادة. وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجددا على الظروف الصعبة التي يشتغل فيها العديد من سائقي سيارات الإسعاف وما يتحملونه من ضغط نفسي وجسدي خلال أداء مهامهم الإنسانية.